علاج مشهور اتسبب في تآكل عظام جسمه بالكامل وهو حي. معاناة بايرز من علاج الراديوم، والبداية كانت في عام 1927. أصيب بايرز وهو رجل أعمال أمريكي بإصابة بسيطة في دراعه أثناء رحلته بالقطر. طبيبه اقترح عليه راديثور كعلاج، وده مشروب بيحتوي على الراديوم المشع اللي كان وقتها لسه مكتشف حديثا، والأطباء والعلماء كانوا بيعتبروه معجزة طبية وعلمية. بايرز انبهر بتأثيره في البداية وحس بزيادة في النشاط والنوم المريح، وبدأ يشربه بكميات كبيرة جدا ما يقارب 3 زجاجات يوميا. وعلى مدار 3 سنوات استهلك أكتر من 1400 زجاجة من الراديثور. وكانت الطبقة الغنية والنجوم بيهادوا بعض بالمنتجات دي، والدعاية والتسويق وقتها كانت بتحول أي منتج مشع لموضة. وفي أواخر عام 1930 بدأت أعراض غريبة ومرعبة تظهر عليه، من تساقط الأسنان لتآكل في عظام الفك لتقرحات لا تشفى وألم في العظام والوجه. وفجأة في يوم من الأيام بدأ وجهه ينهار من الداخل حرفيا. الأطباء اضطروا لإزالة معظم عظام الفك بسبب التلف الكامل ليها، كان بيعيش حرفيا وهو بيتحلل. مفيش علاج كان قادر يوقف التدهور اللي بيحصل لأن الإشعاع كان منتشر في جسمه بالكامل. مات بايرز عام 1932 عن عمر 51 سنة، وتقرير وفاته كشف إن عظامه بالكامل كانت مشبعة بالإشعاع، وكمان تم دفنه في تابوت من الرصاص لمنع تسرب الإشعاع من جثمانه. قصة بايرز عملت صدمة كبيرة في الرأي العام الأمريكي، وكانت سبب مباشر في بداية مفهوم الرقابة الصارمة على المكملات الغذائية والعلاجات الطبية. ومش كل حاجة بيتم تسويقها على إنها صحية فعلا بتكون صحية، والعلم الزائف ممكن يقتل حتى لو لبس قناع الفخامة والعلاج.